سبق لمؤسسة محمد الخامس للتضامن أن أعلنت في بلاغ لها أن الإجراءات التي اتخذتها منذ 5 يونيو المنصرم لا تزال سارية المفعول طيلة مرحلة عودة المغاربة المقيمين بالخارج وإلى غاية 15 من شتنبر المقبل. ذات البلاغ أكد أن المساعدات الاجتماعية للمؤسسة وكافة العاملين الذين تم تجنيدهم لهذه العملية هم معبؤون لتقديم المساعدة والدعم للمسافرين. وانطلاقا من هذا الاهتمام، هيئة مؤسسة محمد الخامس للتضامن فضاء الاستراحة بميناء طنجة المتوسط لتوفير الراحة لأفراد الجالية ولمباشرتهم كافة الإجراءات قبل السفر. ومهني بزاز ورشيد برح. هؤلاء من مغاربة العالم الذين أخذوا طريق العودة إلى مواطن إقامتهم ببلدان المهجر. توقفهم بباحة الاستراحة المتوسطي يوفر لهم الظروف المواتية لمواصلة الرحلة. باحة الاستراحة المتوسطية التي توجد على تقاطع طريق السيار المؤدي إلى مدينة طنجة وإلى ميناء طنجة المتوسط، حيث هذه الباحة تمكن المغاربة المقيمين بالخارج من الاستراحة وتفادي أوقات الذروة والازدحام الذي قد توجد على مستوى الموانئ، إذ توفر لهم جميع الخدمات من بيع تذاكر الباخرة، فضاء للراحة، وحدة طبية مجهزة، مكاتب إدارية من أجل تقديم المساعدات اللازمة. المركز مزيان، فيه كاع المرافق المزيانة، لقينا فيه الماء، فيه الجامع، فيه الماكله. الصراحه مزيان، ما كانش مغطي هذا العام، الحمد لله مغطي، ما كان حتى شي مشكل. الحاجه اللي زعما عجبتني بزاف هي لا سيكوريتي، زعما الجندرموري رويال ما عندي ما نسالهم، كاينين في الباب، كاينين الدخله بارتو، زعما الطربيقات تخليها محلوله. جميع الإجراءات الخاصة بالسفر من ختم الجوازات وشراء التذاكر تتم بهذه الباحة، كما أن المرافق المتعددة توفر الأجواء المريحة للسفر. يا تو سكي فو، كاين كلشي واجد، لي بيي دو باطو باش الواحد يديزالتي ان تي بو دو روبو افون بروند لو باطو. الحمد لله ارتحنا مزيان، شربنا الماء، غنشدو دابا الطريق ان شاء الله لطنجة باش نركبوا في الباطو، وقطعنا الورقه وان شاء الله يوصلنا على خير. لا سونتر زوين، زعما كاين بالنسبه من الدرك عندهم استقبال زوين، الناس ديال الصحه هما العمر هذا، وشي نقي وزوين، هذا كيتعاملوا معامله زوينه. كل هذه التسهيلات والمساعدات الاجتماعية التي تقدمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن يجدها أبناء الجالية في هذه الباحة، وتظل سارية المفعول إلى غاية 15 من الشهر المقبل.